السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا في خير وعافية. اليوم بإذن الله رايحين نحضروا وصفة الطعام الكسكس بالمرقة الحمراء واللحم الغلمي. الطعام رايح يكون ماشي ناشف وماشي معجن، والمرقة الله الله كيما نتاع العرس وكيما تحبوها، عاقدة وخاطرة وبنينة. نبداو الوصفة تاعنا بسم الله. نحضروا اولا المرقة. عندنا زوج حبات نتاع طوماطيش كبار، وعندنا حبة بصل كبيرة. نرحيوها، من الأحسن تكون حبة نتاع البصل كبيرة هكذا باش المرقة تاعنا تجينا خضراء وحلوة. وعندنا طريفات نتاع اللحم الغلمي على حسب أفراد العائلة. أما التوابل اللي رايحين نستعملوهم، عندنا فلفل أسود، عندنا قرفة، عندنا طماطم مصبرة، قزبر مرحي وفلفل عكري. الخضرة اللي رايحين نديروها للمرقة تاعنا زرودية نقطعوها بالشكل الطولي كيما راكو تشوفوا، والبطاطا تاني. القرعة راح نخليها هكذا، نقسمها فقط على زوج، وكي نطيبها رايحة نكمل نقسمها ونحطها فوق الطعام تاعنا باش تحافظ على الشكل تاعها وما تفسدليش في طيابها. عندنا الحميصة اللي كنت شمختها وغليتها مقبل. في لاكوكوط نتاعنا نحطو حوالي 5 ملاعق كبار نتاع الزيت، نزيد لهم ملعقة كبيرة نتاع السمن، نضيف البصل اللي كنا رحيناه، نزيد نضيف طريفات نتاع اللحم نتاعنا ونضيف لهم الملح. نخلي اللحم يتقلى مليح مع البصل في الزيت والسمن، وكي نشوف اللحم نتاعنا تقلى مع البصل يعني نقليوه مليح، نزيد نضيفو الطوماطيش اللي كنا رحيناها مع التوابل، فلفل كحل، القرفة، طماطم مصبرة، فلفل عكري والقزبر المرحي. هنا ما رانيش راح نضيف الثوم، المرقة نتاعنا ما فيهاش الثوم، يعني نخلي كامل التوابل يتقلاو مع اللحم نتاعنا والطوماطيش، ومن داك نخلطو باش ما يلصقناش اللحم والطوماطيش من تحت. وفي هذه المرحلة كي يتقلاو مليح نضيف ملعقة نتاع السكر، وهذا هو السر نتاع المرقة نتاعنا باش تكون حلوة وماشي قارصة. ونمرق بالماء السخون، كنت حطيت الماء يسخن ومن بعد نمرق به هكذا باش اللحم نتاعنا يجينا طري وما يكساش. نغلقو لاكوكوط نتاعنا 45 دقيقة يكون اللحم الطاب، نحيه بجهة هكذا كيما راكو تشوفوا مع شويه نتاع المرقه باش يخلي لي ليسباس في لاكوكوط نتاعنا. ونضيف الخضره، راح نضيف القرعه، نضيف الزروديه والبطاطا، كيما قلت لكم انا القرعه راح نضيفها هكذا، نقسمها فقط على 2 باش تحافظ لي على الشكل تاعها في الطياب. نزيد نضيف الحميصه، ونغلق لاكوكوط نتاعنا 12 دقيقة. بعد 12 دقيقة الخضرة نتاعنا تكون جاهزة وطيبة. وهاي ليك المرقة تاعنا راهي خضراء حلوة ما شاء الله. ودوكا ننتقلوا للطعام اللي كنت غسلته وخليته ينشف. نجيبوا الكسكاس نعمروا طعام بعد ما نشف، وفتحته فتحت له كامل هذوك الكويرات هكذا كيما راكم تشوفوا. هذا الكسكاس نتاع الحلفة يتباع في المحلات. الطعام اللي قعد لي نحطه على جهة، وكيفور الطعام نقلبه. تبعوني في هذه المرحلة، غير نقلب الطعام التفوارة الاولانية نتاعو، نسقيه بالماء حتى نشوف الماء لحق للحافة نتاع الطعام نتاعنا.
يعني بهذه الطريقة راني نسقي في الماء حتى نشوف الماء الحق. هنا نحبس كيما راكو تشوفوا. كي نشوف الماء الحق لهاد المرحلة نحبس ونهبط الطعام نتاعنا هكذا. نزيد نحط النصف الاخر ايفور. كنت درت شوية كمية بزيادة، ونبدا نوجد في الطعام تاعنا بهذه الطريقة، يعني نخبطو هكذا كيما راكو تشوفوا، ونعاود نحيلو الكويرات بهذه الطريقة. تبعوا الطريقة، شوفوا الطعام تاعنا ما يلصقش في اليدين كيما راكو تشوفوا، كيما قلت لكم ماشي معجن وماشي ناشف. نزيد نفورو للمرة الثانية. نجيب الكسكاس هكذا نعمر فيه طعام اللي كنت فورته المرة الأولى، نخليه يفور. كي نشوفو من الفوق طلع الفوار نتاعو نقلبو في الجفنة ونضيفلو الملح. نعاود نديرلو الماء بنفس الطريقة اللي فهمتكم فيها في الخطوة الأولى، يعني نسقي بالماء حتى نشوف الماء الحق الحافة نتاع الطعام نتاعنا هكذا. ونوجد بنفس الطريقة اللي كنت فهمتكم فيها في الخطوة الأولى، يعني حنخبط الطعام تاعنا هكذا ونطلعو هكذا، نحيولو الكويرات باش طعامه يجينا رطب، وكيما راكو تشوفوا ماشي معجن وماشي ناشف، يعني في الجفنة يبان. نزيد نفورو للمرة الثالثة، يعني الأخيرة. الطعام نتاعنا نفوروه 3 خطرات. بعد ما فورت المرة الثالثة طعام تاعنا نضيف له السمن، وكاين اللي تضيف له الزبدة، كاين اللي تدهنه بالزيت، يعني الدهون تاع الطعام تاعنا اختياري، كل وحده كيفاش موالفه تدهن الطعام تاعها. كنت فورت شويه زبيب راح نضيفه للطعام تاعنا، درت له كميه نتاع السكر، ونحرك بالمغرفة حتى يذوب هذاك السمن اللي درناه للطعام نتاعنا، ومن بعد نستعمل اليد. الطعام تاعنا راهو بزاف سخون، وكما راكو تشوفوا ماشي معجن وماشي ناشف، والطعام تاعنا راهو جاهز. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقة والكيفية. جربوه، خليولي تعليقاتكم، دعموني بزر الاشتراك، والى اللقاء الى وصفة اخرى ان شاء الله.